أثيم دوكال الزول في اللون مني ثلام. السلام عليكم، بونجور توت يا توس. الموضوع نتاع اليوم حول ظاهرة احتفال بعض الشباب الجزائري بالكريسماس داخل وخارج الوطن. بداية على بالكم باللي كاين ناس بزاف تروح لتونس، كاين اللي عنده الامكانيات يروح حتى لاوروبا باش يحتفل بهذه المناسبه، سواء الكريسماس ولا الريفيون لو جوردونو. الحمد لله. البارح دخلنا اللوط، رحنا عند المرادي ماما كاتي طوال، داروا لنا الماكله العشاء البارح سبيسيال، كلش بيان جاز طوب. لا سواري البارح داروا لنا دو سواري، كاينه وحده فيها كاين دي شونتور بيان سور، فيها كافون والاخرى ما عرفتش اسمها. انا نقول هما محتفلين علاش ما توفروا لهمش تخليوهم يحتفلوا في بلادهم؟ على الاقل القرون اللي راح يصرفوه في الخارج يصرفوه في بلادهم. النقطة الثانية واللي عجبتني بزاف هما هاد الشباب هادو اللي نقول لهم برافو ويعطيكم الصحة اللي عندكم الشجاعة انكم ديروا واش حبيتوا في اطار احترام الاخر بطبيعة الحال، كما راكم تشوفوهم في الفيديو. عليكم ليكيب، حنا اليوم رانا نحتفلوا بالكريسماس، راكم شايفين ها وليك صاحبي. السلام عليكم بو، كما بكم انا الموديل راكم شايفين بو. اليوم كاين حفله تاع كريسماس على بالكم، وانا نحتفلوا بها. نحتفلوا بالكريسماس. نحتفلوا بالكريسماس حنايا. هاوليك شوفوا قدام الشجره. تحياتي. واللي ما عجبوش الحال يبدل البلاد. هذه حنايا نحترموا كاع هاوليك الكادوات. قبيله. حنا جبنا لهاد الطفال الصغار، حنا اللي جبنا لهم هاد لي كادو. تحبوا قولوا عليا بابا نويل، قولوا عليا بابا نويل. معليش بابا نويل. المهم الجزائر تحترم كاع والله تحترم كاع المعتقدات، والحمد لله كي داروا الكريسماس. نتمنى يزيدوا يكثروا هاد العفايس، هاد ليزيفالمون، وهذه هي. بابا نويل. الناس نظاف متربيين عاقلين راهم يحتفلوا بهدوء. انا مع جميع الاحتفالات اللي تتم في هدوء وفي النظافه وفي احترام القانون. معتقداتك خبيها عندك، ما كان ما دخلك. احنا بغينا الجزائر نبنيوها تكون دوله قويه، دوله مؤسسات، دوله احترام الاخر. لازم نتعلموا، بغيتوا ولا ما بغيتوش لازم تتعلم تتعايش مع الاخر المختلف. لازم تقبل انه كما كانت بكري الجزائر كانوا فيها اليهود والمسلمين والنصارى عايشين لاباس عليهم. انت مسلم وجارك يهودي والاخر نصراني، في العيد الكبير تبعث لهم شويه اللحم، في الكريسماس يبعثوا لك طرف كاطو تاع الاخر تاعهم هذاك اللي يديروه ولا الداندا ولا ما على باليش انايا. واليهودي ثاني كيف كي يلحق الاحتفال تاعو يبعث لك وش طيب. وكل واحد يحترم خوه، يحترم معتقداته. جارك كان ما دخلك فيه واش يعبد، جارك تقدر تحاسبه على بدون الزبل كي يخرجوا في النهارات اللي ما يفوتش فيهم الكاميو ويبقى مرمي ثم ويدير الريحه ويجيو الكلاب يقلبوه ويلوث لكم المحيط. هنا تقدر تريكلامي عليه بطبيعه الحال بطريقه حضريه، مش بالعياط والزباز والعنف. اما المعتقد نتاع واش كان ما دخلك فيه، لا لمحاكم التفتيش لا للتكوليف، نعم لحريه المعتقد. تبع وبرتج مع اصحابك، واحتفال سعيد لجميع الناس اللي يحتفلوا مهما كانت الاحتفالات تاعهم. كريسماس، نوال، العيد الكبير، عيد الصغير، عاشوراء، عيد الصجارة، اي حاجه فيها الفرحه وكسر الروتين مرحبا بها في اطار احترام القانون واجتناب الفوضى والاوساخ. السلام في الدوام الزول.